مرحبا بكم حبوباتي. اليوم فيديو لتشقق الأقدام، لخشونة الرجلين، خشونة اليدين. ماسك بعجالة طلبتو مني واحد المتتبع وغادي نحطو لكم. هو زوين في التشققات وتوريد القدمين. واعر المهم جربوه الاخوات. ديري عليه البلاستيك ولبسي عليه التقاشر، ومنين تعودي خارجه مولي من الحمام المهم غير تكوني دايره روتين القدمين، روتين التقشير، روتين حمام ديال القدمين. هذا الماسك هذا ان شاء الله غادي نحتاجو فيه. اولا كسرونا غادي نحطو فيها ملعقه كبيره من فازلين طبيه تكون بلا ريحه وبلا لون. عندنا هنا فازلين طبيه، غنختار واحد الملعقه تكون كبيره وافيه. تقدروا تستغناو عن فازلين وتكتفوا غير فقط بالمكونات اللي غادي نذكر، وتقدوا تنقول لكم البديل ديال كل حاجه. المهم هون عندي شمع النحل موجود عند اي عطار. شدي منه واحد القطعه صغيره زين في التشققات، واللي عندها الاقدام خشنين تستعملوا. اللي ما عندها تستعمل شمعه عاديه، دير منها واحد طريف صغير ديروا مع فازلين، واللي نضيفوا عليهم واحد نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال زيت السيور، زيت المائده العادي كيف ما كتشوفوا. اللي نخلط كل شيء واللي نديرو فوق النار ينين يذوبوا ليها المكونات، ونرجع نقول لكم شنو هما الاضافات اللي خاصنا نضيفوا عليهم. شمع النحل تقدو قلت لكم تديروا بلاصتو الشمع العادي. المهم هون بعد ما ذوبتهم على نار مهينه غادي نحكم واحد الاناء ونصب فيه هاد المكونات. الاناء اللي غادي نحتفظ به بالكريم اللي غيحافظ لي على الكريم. المهم هو راه غيجمد بالعجل بيشمع النحل كيجمد وانا ديك التجميده هي اللي بغيت تدخل لي التشققات وتنفعني في كراعيه، لان الوقيف كثره الوقيف دارت لي القدم، يعني ضوبلت لي القدم. هون اللي تختاروا اي كريم عندكم، كريم ديال الجلد يا جليسيرين يا هذا الكريم ديال الحامض. انا اخترت هذا الكريم ديال الحامض. نخلطه بالعجله قبل ما يجمد لي الخليط. هون ما حدي كنخلط غادي نضيف المكونات بعجاله باش ما يجمد لي كما قلت لكم الخليط. عندنا العكر الفاسي اللي نديرو منه واحد المقدار. انا كنبغي الحموريه صراحه، نتوما تقدروا ديروا غير القياس اللي بغيتو تشوفوا نتوما عينكم ميزانكم. الطافلات اللي قالوا لي كنشوفوا الاخوات كيبيعوا لهم كريمات في الغوز، هذاك ملونات غذائيه، كيديروا ملونات غذائيه. اما الا بغيتي تعالجي قدميك تبعي هادشي اللي كنقول لك وردي عليا الاخبار. انا كنقول لك شي حاجه اللي مفيده لك، يعني ماشي اللون هو اللي بغينا. راه دابا درت الدواء الاحمر، درت واحد الملعقه كبيره ديال الدواء الاحمر. علاش؟ لان الدواء الاحمر كيعاوننا باش نعالجوا دوك التشققات ودوك الجروح اللي كاينين في رجلينا، وكيخلي لنا واحد اللون اللي هو طبيعي. ما غاديش تكثري منه لان احنا درنا القياس القدر. احترموا المقادير غادي يجيكم داكشي هو هذاك، يعني توريد طبيعي وعلاج طبيعي للتشققات. كنعرفوا الدواء الاحمر انه كيدار الجروحه وكيدار التشققات وبزاف ديال الحوايج. حنا هون درنا منه واحد القدر مع الخليط. المهم انا مازال غادي نخلط الخليط باش يتجانس في البواطه. غير دابا كنعطيكم المكونات. شوفوا غير من اول لمسه يعني اليدين كيولوا رطبين، لان شمع النحل كيرطب الا قلت لكم يطفي كيرطب يعني كيرطب. خصوصا هاد المكونات هادو بثلاثه كافيين تعتمدوا هاد الكريم، يا اما تبيعوه كتاجرات يا اما تصاوبيه الاستعمال الشخصي. هادو هما المكونات الاساسيه. ندوزو للتطبيق على القدمين. غادي تشدي تغسلي القدمين مزيان، ومن بعد ما تغسلي القدمين مزيان غادي ديري الكريم على القدم. ملي ديريه على القدم غادي ديريه انا درت منه واحد شويه على كراعي. غادي ديري عليه البلاستيك. هنا غادي تستعملي البلاستيك اللي غادي تكون واحد 10 دقائق، ومن بعد تغسلي رجليك وكيقعدوا واحد التوريد فيهم خطير. غادي تحيدوا دوك التشققات اللي عندك مره من اول استعمال. منهم في الملاحظه وراكي داك الدواء الاحمر كيبقى في التشققات لاصق، لانه كيعالجهم من الجدر. انا عندي تشققات داكشي علاش درتو. عندي شويه من الخشونه في رجلي على حساب الوقيف. وما تبخلوا عليا بلايكات والاشتراكات وتعاليق زوينه.